السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. الرز بلبن البدائي، الرز بلبن التقليدي، الرز بلبن اللي مفهوش أي افتكاسات من مطبخك بس على مطبخ أكلة وسهرية. مكونات كلها موجودة في قلب مطبخك. طيب قربي معايا وشوفي قد إيه وش اللبن مكرمش، شايفة؟ وهم قماشة الرز بلبن دي بترجع لإيه؟ بترجع لدسامة الحليب ودسامة الزبدة اللي شايفة الرز بلبن؟ بصراحة بيتكلم عن نفسه، بيوصف نفسه وبيقول إن الرز بلبن حقيقي من الدرجة الأولى، مش محتاج أي افتكاسات خالص. شايفة الوش؟ شايفة؟ شايفة الوش؟ بيوصف نفسه دايب كريمي جوسي قوي وطري. شايفة الوش؟ وش رز بلبن بصراحة مش محتاج اي اضافات، لكن حضرتك ممكن تضيفي مانجا، مكسرات، ايس كريم، قرفة. لكن انا قلت لك النهارده رز بلبن بدائي جدا وتقليدي جدا وسهل جدا. ان لتر من الحليب على كوبايه الا ربع من الرز على 3 معالق من السكر وكيس من الفانيليا ومعلقه من الزبده، هي دي مكونات الرز بلبن التقليدي والبدائي. مفيهوش اي مكونات من المطبخ بس على مطبخ اكله وسهريه. اتعمل ازاي وايه طريقته وايه حلاوه الرز الدايب والدسم ده والمكرمش. شايفه الوش؟ ما شاء الله تحفه جدا. اتعمل ازاي وايه الطريقه وايه المقادير موجود على قناه مطبخ اكله وسهريه. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. الفيديو النهارده بسيط جدا وسهل جدا. طيب عباره عن ايه؟ عباره عن رز بلبن بدائي. يعني ايه بدائي؟ يعني ما فيهوش اي افتكاسات. عباره عن حليب، رز، نشا، سكر على حسب الرغبه، كيس واحد من الفانيليا ومعلقه من الزبده. طيب عشان ما نضيعش وقت كتير، كوبايه الا ربع من الرز هنسلقها في حوالي كوبايه من الميه. كوبايه الا ربع من الرز هنضيفها في كوبايه ميه مغليه. هنضيف على الرز حوالي ذره بسيطه من الملح علشان تظهر لي طعم الرز بلبن. هقلب الرز في الميه وهسيبه لحد لما الرز يتشرب كل كميه الميه، وهو ده سوى الرز المطلوب. اول لما الرز يشرب الميه ده مش معناه ان الرز استوى، لا الرز لسه مستواش. هنضيف له الحليب زي ما قلت لك، مش هنضيف على الرز ده اي نوع مش موجود عندي. كل الاضافات اللي هنضيفها على الرز هي موجوده في مطبخي. عايزه اوريكي ان الرز لسه ما استواش، لسه هسيب الرز مع الحليب لحد لما يستوي، وبعد ما يستوي هنكمل الوصفه مع بعض. اول ما الرز يبدا يستوي هضيف السكر، هضيف 3 معالق من السكر، هضيف عليها كيس من الفانيليا، هضيف معلقه من الزبده. كرمشه الرز بتاع المحلات اللي بيبقى بالوش مكرمش بيرجع لدسامه الحليب والمواد الدسمه اللي بتضيفيها على الرز. معلقه النشا، هضيف عليها كوبايه من الميه وهقلبها وهضيفها على الرز. مكونات من مطبخك بس بطريقه مطبخ اكله وسهريه. وصفه سهله وبسيطه من غير اي افتكاسات ومن غير اي اضافات. هضيف النشا وهقلب. طبعا مرحله النشا دي بعد ما تتاكدي ان الرز استوى بنسبه 100%. هقلب الرز واسيبه يغلي غلوتين 2 بس. بعد ما شلناه من على النار، شايفه لسه ما غرفناهوش، شايفه كرمشه الرز بيرجع لدسامه الحليب والمواد الدهنيه والزبده اللي احنا بنضيفها عليها. هنبدا نعبيه وبعد لما هيهدى هتشوفي بنفسك كمية الكرمشة اللي على وش الرز. بعد ما فرغنا الرز بلبن في الاطباق هنسيبه يهدى خالص قبل ما يدخل التلاجة، وبعدين هوريكي الرز بلبن من غير اي افتكاسات
بوش مكرمش جدا دسم جدا، طعمه بسيط خالص مفيهوش اي اضافات. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.